ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندي مناسبه مهمه جدا جدا جدا، وببقى حريصه ان انا احضرها كل سنه، وبحب احضرها كل سنه. هي الجراديويشن بتاع كليه النصر للبنات. الحقيقه انا جالي تيكت لان بنتي مشتركه في الكشافه هناك، فجابت لي تيكت ان انا احضر الجراديويشن. وبجد فرحانه جدا ومتحمسه جدا ان انا احضر الحفله معاهم وافرح معاهم، لان بجد بتبقى حاجه تفرح جدا ان انت بتشوفي الدفعه كامله بتتخرج وفرحانين ولابسين فساتين جميله، وهم بيبقوا شكلهم جمال وحاجه كده مشرفه ورائعه. بس محتاره النهارده البس ايه. عندي 3 بليزرات، محتاره البس مين فيهم، او مين فيهم اللي هيبقى مناسب او هيبقى عليا حلو النهارده. محتاره، فجايه النهارده ان انا تختاروا لي ايه اكتر بليزر كان حلو عليا عشان البسه. بس قبل ما نروح نكمل الفيديو هنعمل ايه؟ هنعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نبدا الفيديو. اللي انا هلبسه من تحت البليزر البنطلون الاسود ده مع الحزام ده، حزام البنطلون اصلا. وهلبس البلوزه دي اللي فيها فيونكه كده من قدام، اللي هي دي، وهي طبعا شيفون، فهلبس من تحتيها حاجه ايه علشان تداري. البليزر الاولاني اللي انا عايزه اوريه لكم، ادي البليزر ده. على فكره البليزر ده قديم عندي مش جديد، ولكن بحبه جدا لان بحب فكره التطريز اللي هي عامله كده، اللي هي منها فيها دي. بحبه جدا، بس حضرت بيه كذا مناسبه فمش عارفه. البليزر التاني هو بليزر اسود، وفيه زي اورجانزا كده على الياقه وعلى الكم وعلى الجيب. مش عارفه واضح ولا لا، هيبقى واضح في التصوير وانا لابساهم. وعندي البليزر الثالث ده، البليزر الثالث اللي هو الياقه بتاعته سودا زي البنطلون، نفس خامه البنطلون تقريبا. و اللون زي ما انتم شايفين كده مدي على ذهبي، زي في حته ذهبي كده في الخامه بتاعته، بتلمع كده، بس لمعه مش اللي هي القويه، لمعه اللي هي مطفيه شويه. بس ده شكل البليزر. هلبس لكم البليزرات عليا بليزر. هو انا لسه ما جهزتش ولا حطيت ميك اب ولا حطيت اي حاجه ولا عملت اي حاجه، بس عايزاكم تشوفوا البليزرات عليا هيكون شكلها ايه. وفي النهايه هصور لكم انا يعني هرسى على ايه اي واحد فيهم بالميك اب بكله وانا نازله. ثواني البس لكم كده كروكي ونشوف الدنيا ايه. وبكده اكون لبست البنطلون والبلوزه زي ما انتم شايفين، يعني شكلها شيك قوي بصراحه. انا حباها وحابه البتاعتين اللي فوق دول اللي هم الفيونكه دي. ممكن حد يقول لي دول قدام، بس انا بحب الاستاذات دي. والحزام زي ما انتم شايفين، والبنطلون شكله كده. هنجرب مع بعض اول بليزر اللي هو البليزر الاسود. ولو استقريت عليه هيكون الشوز بتاعه باللون الذهبي ده، بيكون كده. بس بصراحه بيني وبينكم انا مش محبذه الموضوع ان انا البس عالي النهارده، لان الحفله فيها حماده هلال وهيبقى فيها هيصه ودي جي وبتاع وكده وحركات. مش حاسه ان العالي هيكون مناسبني قوي النهارده، هتعب يعني. ده اول بليزر زي ما انتم شايفين. ايه رايكم؟ يا رب يكون واضح. ده اول بليزر، بس انا لبست البليزر ده في كذا مناسبه قبل كده زي ما انا قلت لكم، فمش حابه ان انا اكرر تاني. لسه مش، طبعا مش دي الطرحه اللي انا هلبسها خالص، مش دي يعني. دي الطرحه اللي انا لسه ما جهزتش اصلا ولا عملت اي حاجه في اي حاجه. المهم ده هيكون تقريبا الشكل. اقيس البليزر التاني وارجع له. البليزر التاني زي ما انتم شايفين كده، اورجانزا من هنا على مخدر كده شويه، بيلمع شيك قوي. على فكره انا ده ما لبستهوش ولا ده ولا التاني، انما ده اللي هو اللي بيلمع ده لبسته اكتر من مره، فده لسه اصلا ما اتلبس. زي ما انتم شايفين كده. حبيته ايه، الاولاني ولا التاني؟ طبعا وبرده لو لبست اللي هو الغامق ده، اللي هو سوري الاسود ده، ممكن الشوز تبقى كده، على سبيل ان احنا ممكن نفتح وكده. ايه رايكم؟ انا عايزاكم تدققوا وتقولوا لي، عشان انتوا كومنتاتكم هي اللي هتقول لي الدنيا ايه، كنت موفقه في الاختيار ولا لا. البس لكم التالت وارجع. بصوا بقى، ده البليزر التالت، واللي بصراحه كلام في سركم انا مياله لده اكتر. طب هتقولوا لي ليه؟ برده ده اول مره يتلبس، ما لبستوش قبل كده، لسه جديد
ما لبستوش واول مره البسه النهارده. بس انا ليه مياله له برده، ما قلتش انا ليه مياله له. ليه؟ لان لو لبست البليزر ده هلبس الشوز دي على الارض مش عاليه، وانا حباها ليه النهارده؟ لان طبعا زي ما قلت لكم الحفله فيها حماده هلال وفيها دي جي وكده وتنطيط وحركات وبتاع، فمش حابه ان انا البس حاجه عالي واقيد نفسي وظهري يوجعني وابقى مش هيبقى مناسب ليا انا يعني. بس فعشان كده انا مياله للبليزر ده وحباه. قولوا لي رايكم، هل فعلا البليزر ده مناسب للنهارده ولا لا؟ بس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. بس طبعا مش هقفل على كده، لا ده انا هروح لما اجهز وخلاص نازله هصور لكم واقول لكم انا خلاص ده الفاينل لوك وده اللي انا هنزل بيه. وهيكون شكلي ايه مع الميك اب بقى، مع الحركات وكده والشنطه والشوز وكده، وقولوا لي الدنيا في الاخر كانت ايه، وفقت ولا ارجع لكم تاني. انا بكون جهزت زي ما انتم شايفين، لو الشوز واضح، ومسكت الشنطه دي اللي هي السوداء، وعملت ميك اب. ما حبيتش اعمل اوفر ولا رموش ولا الكلام ده، حسيت ان الموضوع يبقى تو ماتش، فعملت ميك اب خفيف ولبست البليزر ده. يا رب يكون اختيار البليزر ده يكون موفق ويعجبكم. وبس كده اكون كده خلصت الفيديو. لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس، اوعوا تنسوا. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. سلام.